والله بجد في وجع جواك مش فاكر مصدره، بس بتحس بيه وبيظهر فجأة من غير سبب. بيخليك تنعزل عن العالم وبيلخبط لك حياتك، تحس انك تايه وعمرك ما فهمت ليه. النهارده هنتكلم عن السر ده، عن الألم اللي بدأ من وانت طفل، وازاي تخزن جواك وازاي تقدر تطلعه وتتحرر. وانت صغير كنت حساس جدا وبتفهم من نظرة، لكن محدش بيفهمك. لما اتكسرت لعبتك، لما امك زعقت لك قدام الناس، لما اتقالك يا غبي او اسكت مش وقتك دلوقتي، كل لحظة وجع كانت عامله زي شوكه، بس ولانك صغير ومش عارف تعبر دفنتها وقلت لنفسك تمام. بس الحقيقه ان الالم عايش جواك في اللاواعي، وهو العقل الباطن. تفتكر الجرح خرج، بس لا، هو بيخرج بطرق غريبه. بتغضب من حاجات بسيطه، بتخاف تقرب من الناس، بتحس انك مش كفايه، وبتعيد نفس التجارب المؤذيه. وعلى فكره الطفل اللي جواك لسه بيصرخ لحد دلوقتي، بس بصوت واطي، في صوره توتر وقلق وعزله وعلاقات سامه، لحد ما توصل للحظه وتنفجر وما تعرفش السبب الحقيقي. لو عايز تتعافى يا عزيزي المتابع، ارجع لورا شوية. لازم تحس باللي جواك وتسأل امتى أول مرة حسيت بشيء بيهينك، امتى اتكسرت وقلت أنا ضعيف، وإيه أكتر لحظة وجعتني وأنا صغير. وما تخافش من الذكرى، هي مش راجعة تأذيك، دي راجعة تنقذك. المواجهة مش ضعف، دي بداية القوة. جوا كل واحد فينا طفل مجروح، وأكتر حاجة الطفل المجروح ده عاوزها إنك تقول له أنا سامعك، أنا فاهمك وأنا معاك. اكتب له رسالة، ارجع للصورة القديمة وتخيل واحضنه بخيالك. قول له دي مش غلطتك، انا اسف اني سبتك لوحدك كل السنين دي. واللي بيحصل التحرر بيبدا والطفل بيهدى وانت بترجع تبني ذاتك الحقيقي. وبس كده، كان فيديو صغير وبيواجه مشكله انا كنت بمر بيها فعلا. وكان معاكم ياسر ازامل من قناه معتز بالفكره.